من يوم ما جربته بالطريقة دي وانا مش باكله غير بيها. بجد اول ما هتجربيه مش هتبطليه. حلاوة بقى كده بجد، وميكس بقى ما بين حادق وحلو. وبجد يعني اللي اخترعها ده فنان. تعالوا بقى هنشوف هنعمله ازاي النهاردة بطريقة حلوة وجديدة. طبعا يا جماعة ده موسم الشتاء، ويلا بينا بقى نبتدي علشان نشوف البطل بقى بتاع الأكلة بتاعتنا النهاردة هو ايه. في بولة في البداية كده عندي هجيب حوالي كوباية ونص أو كوبايتين من الدقيق، ده طبعا على حسب الكمية اللي عندك، ممكن نزود عن كده أو ممكن كمان نقلل. ده طبعا على حسب الكمية وعلى حسب عدد أفراد أسرتك. لكل كوبايتين من الدقيق هحط معلقتين من النشا كبار كده أو نص كوباية. يعني لكل كوباية من الدقيق هحط عليها ملعقة كبيرة من النشا. وحطيت بقى هنا البهارات، ملح وفلفل أسمر، وهحط ذرة بسيطة قوي من الكركم كده تديني لون حلو قوي ليه، حوالي نص ملعقة أو أقل على حسب ما انت حابة. ونقلب بقى المواد الجافة دي مع بعضها. وهنبتدي جنب مني بقى هنا كوباية كبيرة من المية، قد كوبايتين يا جماعة يعني كبيرة قوي. وهبتدي بقى انا نضيف نصها كده في البداية، وبعدين هقلب واحط حبة بحبة لغاية ما اوصل لقوام العجينة اللي انا عايزاها. شايفين؟ بدأت ان انا بقى احط شوية بشوية كده لغاية ما وصلت القوام اللي انا عايزاه. وبعد كده بقى بطل الأكلة بتاعتنا الشتوية الجميلة بقى هو ايه يا جماعة؟ القرنبيط. جبت بقى قرنبيطة كده وسلقتها بالطريقة العادية، ان احنا بنحط شوية من الكمون في المية وشوية من الملح وبننزل بيها. وبعد كده بقى بصوا انا عايزة ده القوام. بصوا لي كده، ركزوا في القوام يا جماعة. انا حبيت انا اوريه لكم الاسباتيولا علشان يبقى ظاهر اكتر. قوامه كده لا تقيل ولا خفيف، عامل زي الصوص كده. هبتدي بقى انزل بالقرنبيط المسلوق عندي، طبعا ما سويتهوش يعني تسويه كامله، يدوب كده 3/4 سوا. وهنبتدي بقى نغلفه بالعجينه بالشكل ده. بصوا. ودلوقتي بقى هبتدي ان انا اغطيه كده بستريتش راب، وهسيبه حوالي ساعتين. او لو من بالليل هتحضريه مش مشكله، كل ما يقعد في العجينه دي كل ما ياخد من الطعم احلى واحلى واحلى. تعالوا بقى هنبتدي بقى هنا نعمل ايه. دول يا جماعة حوالي ربع كوباية من الزيت، مش اكتر من كده. حطيتهم في طاسة، هبتدي على طول ان انا اقلي فيهم الكمية كلها، وهوريكم بعدين اخدت قد ايه الكمية بتاعة القرنبيط دي من الزيت. حرفيا ما اخدتش يعني ربعه. فتوفير التوفير التوفير، وده طبعا عشان العجينة اللي احنا عملناها وعلشان ما نزلناهوش كده في زيت غزير، فما اخدش مني كمية زيت كبيرة، يعني وفرت كمان. ما هو بقى احنا ستات البيوت الشاطرة لازم نوفر يا جماعة في الزمن اللي احنا فيه ده، ولا ايه؟ وبس بقى يا جماعة، ونزلت بيهم بالشكل الحلو ده وعلى نار عالية، وهديهم صدمة يدوب كده لون بسيط من كل جانب. عايزة تحمريهم برضو قوي تمام. انا هنا في شوية احمروا مني، في شوية كانوا كده لسه لونهم اصفر كده خفيف. بصي زي ما انت حابة، بس عادي لو ما حمروش، المشكلة مش هتبقى في اللون بتاعهم. زي ما انت عايزة مفيش مشكلة. بوريكم بقى هنا باقي العجينة اتبقى منها ازاي، لان يا دوب احنا بنغلفها كده. حاولي ترصي زهرات القرنبيط كده بعيد عن بعضها شوية عشان ما تلزقش جامد. يعني بصوا انا كانت ملزقة حاجة خفيفة، لاني كنت بحط يعني مثلا وردة قرنبيط حطيتها من ناحية الطاسة اليمين، فالتانية احطها من ناحية الطاسة الشمال سوري. بس فعلشان ما يلزقوش قوي قوي في بعض، ويبتدوا ان هم يكونوا كده ايه محتفظين بالحجم بتاعهم اللي انا عاملاه. هبتدي بقى اقلبهم كده على جميع الجوانب لغاية ما ياخدوا لون حلو وذهبي كده معايا. عايزة تديهم لون احمر من كده شوية عادي مفيش مشكلة، بس انا ده اللون اللي طلعتهم بيه. وابتدأت بقى ان انا اقلبهم على الجانب اللي لسه يعني ما اخدش لون، ولغاية بقى ما خلصت كل الكمية زي ما احنا شايفين كده. طيب بعد كده بقى هنعمل ايه في البداية كده؟ لو لسه متابعيني لغاية دلوقتي وما عملتيش سبسكرايب للقناة، لو لسه مش مشتركة عندي، شرفني طبعا اشتراكك في القناة ودعمك كمان، ولايك وشير للفيديو ده لو عجبك. وجربوا بقى الوصفات يا جماعة كده وابعتوها لي، هنزل لكم ريفيوهات كده على الصفحة عندي على الفيسبوك. هبتدي بقى هنا خلاص اخرجهم، اخدوا لون من جميع الجوانب بالشكل ده، وهخرجهم هنا على مناديل مطبخ علشان يصفوا اي زيت هم شربوه.
وطبعا زي ما احنا شايفين كمية شبه ان هي يعني قاعدة زي ما هي، شايفين كمية الزيت وشايفين اللون الجولد الرهيب ده. اخدت بقى باقي الكمية برضو حمرتها بنفس الطريقة، وهنا بقى هوريكم باقي الزيت اللي اتبقى عندي. قد شايفين يا جماعة ما نقصش غير حاجة بسيطة، يعني ممكن يكون كده ملعقتين او 3 بالكتير زيت. هبتدي بقى خلاص انا برضو مش هرمي الزيت ده او هركنه، اخدت جزء كده منه حوالي ملعقتين، هنزل بيهم كده بملعقة كبيرة كده هرمية من التوم المفروم، وعليها على طول يا جماعة. انا في المرحلة دي مش عايزة التوم عندي يحمر، هعمل ايه بقى؟ هبتدي ان انا ابهر ملح وفلفل وكزبرة، وكمان هنا عندي ملعقة كبيرة كده او 2 من الصلصة على حسب الكمية اللي انت عاملاها، ونقلب بقى بالشكل ده. انا هنا يا جماعة مش عايزة التوم يحمر، تمام؟ مش عايزين التوم ياخد اي لون. بقى اللي هيديني التسكيرة الجميلة هي حوالي كده 3 ملاعق كبار من الصويا صوص. طب مش عندي كراميلا، نقف بقى على الوصفة كده ما نعملهاش؟ لا، هنستبدلها بملعقة من العسل الاسود. طب برضو مش عندي كراميلا، هنعمل ايه؟ طب العسل الابيض برضو مش عندك، هتقولي كراميلا يعني انا ما عنديش العسل الاسود، هجيب العسل الابيض. طيب بص بقى، لو يعني احترتي خالص خالص، ملعقة كده من السكر وعليها عصرة ليمونة كاملة. تمام قوي كده، تمام قوي. والمفروض يا جماعة ان الاكلة دي اصلها كوري، فالمفروض انها تكون سبايسي، فانا هنا ضفت عليها حبة كده حلوين قوي من الفلفل الاحمر الحار، وبعد كده ضفت حوالي ربع كوباية او تلت كوباية من المية، وهبتدي ان انا اخلي الصوص ده اول ما يبتدي في مرحلة الغليان بالشكل اللي احنا شايفينه ده، هننزل بقى بايه؟ هننزل يا جماعة بالقرنبيط بتاعنا. عايزه اقول لكم الصوص ده بينقل القرنبيط في حته تانية، ما تحسش اصلا انك بتاكلي قرنبيط بالطريقه المعتاده العاديه، ولا بقى كنتاكي القرنبيط، ولا بقى ان احنا نقليه كده بالعجينه مع الشبت والبقدونس والكلام ده، حاجه كده جديده. خلاص انا اول ما بحط القرنبيط بطفي النار، خلاص كده طفيت النار، بقلبهم. شايفين السخونيه بتاعتهم؟ ليه بقى هنا طفيت النار يا جماعه؟ علشان القرنبيط معايا ما يطراش، ما يبقاش طري، يبقى محتفظ بالقرمشه بتاعته. لكن لو خليته بقى كده يغلي على النار مع الصوص ده، الصوص ده هيطريه. رشه بقى كده من الكزبره او الشبت او البقدونس، لازم كده ايه بقى يدينا طعم كده جميل، لان احنا ما حطيناش الخضره في العجينه. ونقلب بالشكل ده وقدميه بقى وبألف هنا وشفا. وبجد بقى كده يا جماعة طريقة خرافة للقرنبيط، هتعتمدوها أنا واثقة. هبتدي بقى هنا إن أنا أقدمه وهتاكلوا أحلى قرنبيط، ومش هتعملوا غير الطريقة دي. قومي دلوقتي حالا وجربيه، وأنا واثقة إنك هتدمني. شايفين يا جماعة الجمال؟ شايفين؟ بجد تحفة، بجد رهيب. هتقدميه بقى هنا في سيرفيس او في اطباق اي حاجه. دي بالمناسبه كانت قرنبيطه صغيره قوي، يعني كمان لو القرنبيطه كبيره هيعمل معاكي كده كميه اكبر، وحاجه كده جديده جديده قوي يا جماعه. وطبعا علشان بقى يعني ناكد ان دي كوريه، فحطينا شويه سمسم كده على الوش من فوق، بيدي برضو طعم حلو قوي. يعني بصوا حاجه بسيطه قوي، مش كتير، زي ما احنا شايفين كده. اتاكل بقى يا جماعة كده بالشوكة، الله طعمه كان خطير. شايفين؟ كل اللي مش بيحب القرنبيط الوصفة دي هيحبها. لو اولادك مش بيحبوا القرنبيط، اتحداكي تعملي لهم الوصفة دي وتعمليه بالطريقة دي، ويقولوا لك لا ده طعمه مش حلو. هيقولوا لك لا حلو، ما تعمليش قرنبيط يا ماما غير بالطريقة دي. انت ممكن اصلا ما تقول لهمش ان ده قرنبيط، وهم مش هيكتشفوا ان ده قرنبيط من كتر ما بجد طعمه اتغير خالص. كانت لذيذة وحلوة قوي، وبالهنا والشفاء بقى مقدما. ومنتظرة كومنتاتكم الجميلة اللي بتدعمني وتشجعني، واقتراحاتكم للفيديوهات اللي جاية.